قبل أن تكمل هذا الفيديو، أريدك أن تتوقف لحظة. أريدك أن تتخيل أنك تمشي في زقاق ضيق جدا، لا تتسع له إلا خطواتك. الجدران تكاد تلمس كتفيك من الجانبين. السماء فوقك مجرد خط رفيع من الضوء. هذا الضيق الذي تشعر به ليس خطأ في التصميم، ليس إهمالا، ليس فقرا في الخيال. هذا الضيق هو قرار مدروس، قرار يحمل في داخله اقتصادا وسياسة واجتماعا وثقافة كاملة. وإذا لم تفهم لماذا بنيت هذه الأزقة بهذه الطريقة، فأنت لم تفهم تونس بعد. اليوم سنفتح شفرة واحدة من أعقد الشفرات المعمارية في العالم العربي، المدينة العتيقة بتونس. 1200 سنة من الأسرار. ابق معي. في عام 798 للميلاد، قرر حاكم إفريقيا عقبة بن نافع أن يبني مدينة في قلب الأراضي التونسية. المكان الذي اختاره لم يكن على ساحل، لم يكن على نهر، لم يكن في واد خصب. اختار مكانا في الداخل. لماذا؟ لأن الساحل يعني الهجوم من البحر، ولأن النهر يعني الفيضان، ولأن الخوف كان أكبر من الطموح في تلك اللحظة. هذا القرار الأول، اختيار الموضع، كان هو الشفرة الأولى. المدينة لم تبنى لتزدهر، بنيت لتبقى. والفرق بين الهدفين عظيم. عند تدخل المدينة العتيقة لأول مرة، يصيبك شيء غريب. تشعر أنك ضائع، وهذا بالضبط ما أراده المصمم. الأزقة الضيقة لم تبنى بهذه الطريقة بسبب قلة المساحة. المساحة كانت متاحة، لكن المهندس العربي القديم علم شيئا لم يتعلمه كثير من المهندسين المعاصرين. الضيق يحمي. الزقاق الضيق لا تستطيع خيل العدو أن تتحرك فيه، لا تستطيع عربات الحرب أن تعبره. العدو الذي يخترق أسوار المدينة يجد نفسه في متاهة، ويصبح فريسة لمن يعرف الطريق. لكن ها هو التحول الذي لم أتوقعه حين درست هذه المدينة لأول مرة. الضيق لم يكن فقط للحرب، كان للتحكم في الحرارة. الأزقة الضيقة تمنع الشمس من الوصول إلى الأرض، تخلق ظلا دائما. الهواء يتحرك من الأسفل للأعلى في نظام تهوية طبيعي دقيق. بكلمات أخرى، هذه المدينة بنيت قبل 1000 سنة، وفيها نظام تكييف مجاني وفعال. الاقتصاد والأمن والمناخ في قرار معماري واحد. هذه هي شفرة المكان. لكن الأزقة وحدها لا تكفي لفهم المدينة العتيقة. لابد أن نصل إلى قلبها، وقلبها هو جامع الزيتونة. بني عام 703 للميلاد، ولا يزال قائما حتى اليوم. لكن الجامع لم يكن مجرد مكان للصلاة، كان جامعة، كان محكمة، كان بنكا مركزيا للثقة الاجتماعية، والأهم من ذلك كله، كان بوصلة اقتصادية. لاحظ هذا جيدا. المحلات المحيطة بالجامع مباشرة كانت تبيع العطور والذهب والأقمشة الفاخرة. ابتعدت خطوة، الجلود والصوف. ابتعدت أكثر، الحديد والنحاس. وفي الأطراف دباغة الجلود التي تنبعث منها رائحة حادة. هذا ليس صدفة، هذا تخطيط عمراني دقيق يقول: القرب من المقدس يعني الرقي والنقاء، والبعد عنه يعني ما يحتمل من الأذى والضجيج والروائح. الاقتصاد والدين والعمارة في خريطة واحدة. وهنا يأتي الجزء الذي يؤلم. في عام 1881 للميلاد، دخل الجنرال الفرنسي إلى تونس، ولم يكتفي بالاحتلال السياسي، أراد احتلالا معماريا. بنى مدينة جديدة بجانب المدينة العتيقة، شوارع عريضة مستقيمة، مبان بواجهات أوروبية، محطة قطار، فنادق. وكأنه يقول للمدينة العتيقة: أنت ماضٍ ونحن المستقبل. لكن المدينة العتيقة لم تنهر. حدث شيء آخر. حدث شيء لم يتوقعه الفرنسيون، ولم أتوقعه أنا حين بدأت أدرس هذه الحقبة. المدينة العتيقة تقلصت اقتصاديا.
لكنها تضخمت هوياتياً. كلما حاول المحتل أن يطمسها، كلما تمسك أهلها بها أكثر. المكان صار مقاومة، الحجر صار كرامة. إذا وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو وأنت تشعر أن هذا المحتوى يستحق أن يصل إلى أكثر من شخص، فهذه هي اللحظة المناسبة. اضغط إعجاباً، اشترك في القناة، وشارك هذا الفيديو مع من يهتم بفهم المكان من حوله. ويمكنك الاطلاع على باقي فيديوهات سلسلة شفرة المكان في القناة. لكن دعني آخذك إلى مكان أعمق من ذلك. داخل المدينة العتيقة، خلف الأبواب الصغيرة المتواضعة، توجد دار لا يعرفها السائح. الدار التونسية التقليدية ظاهرها خشن بسيط، جدار خارجي بلا نوافذ، باب خشبي قديم. لكن عندما تدخل، فسيفساء ملونة تغطي الجدران، أعمدة رخامية، باعة مفتوحة على السماء، نافورة في المركز، وهواء مختلف تماما عن الزقاق الخارجي. لماذا هذا التناقض؟ لأن الفلسفة المعمارية هنا مختلفة جذريا عن الفلسفة الغربية. الغرب يقول: أظهر ما تملك، افخر بواجهتك، أبهر المارة. المدينة العتيقة تقول: ما تملكه لأهلك لا للشارع، الجمال للداخل، الكرامة للأسرة، الثروة تخفى لأن الحسد حقيقي والخطر كان قائما. هذه الفلسفة ليست دينية فقط، هي اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وهي اليوم غائبة تقريبا من مدننا الحديثة التي صارت تتسابق في الواجهات وتنسى الأرواح. المدينة العتيقة اليوم على مفترق طرق. في عام 1979 أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية، وهذا القرار الذي كان يفترض أن ينقذها خلق معضلة لم يتوقعها أحد. السياحة جاءت بالمال، لكن المال جاء بالتحول. الدار التقليدية تحولت إلى فنادق صغيرة يدفع فيها السائح الأوروبي 300 يورو الليلة مقابل أصالة، الأصالة التي كان أصحابها الأصليون يعيشونها بتعقيداتها اليومية. الأسر التونسية الأصيلة باعت وغادرت، وحل محلها رأس المال الأجنبي. المدينة نجت من الاحتلال الفرنسي، فهل ستنجو من السياحة؟ عند بدأت أدرس المدينة العتيقة بتونس لأول مرة، كنت أنظر إليها كمهندس معماري، أبحث عن التفاصيل التقنية، نسب الأعمدة، عرض الأزقة، ارتفاع الجدران. لكن كلما تعمقت، أدركت أن هذه المدينة ليست مجرد حجارة وجص، هي نص مكتوب بلغة الفراغ والكتلة، نص يحكي كيف فكر الإنسان في تونس، كيف خاف، كيف أحب، كيف تاجر، كيف قاوم. كل زقاق هو جملة، كل باب هو فقرة، كل دار هي فصل كامل، والمدينة كلها رواية طولها 1200 سنة. ألم يحن الوقت لنتعلم القراءة من جديد؟ في الفيديو القادم سننتقل إلى مكان يبدو على السطح بسيطا وجميلا، أزرق وأبيض ومشهور في كل العالم، لكن خلف ذلك الجمال قرار سياسي تغير به مصير قرية كاملة. سيدي بوسعيد، ابقى معنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.